ومساء الخير عليكم مستمعين راديو تسعينات اف ام. انا نهاد هكون معاكم لمده نص ساعه في برنامج الفاشينيستا. قبل اي حاجه حابه افكركم برقم تليفوننا 010427894 علشان تكلمونا النهارده، لان الحلقه النهارده هتبقى حلوه قوي. النهارده الحلقه بالنسبه لي قبل ما تكون بالنسبه لكم هي مختلفه وجديده وعجباني وحابه قوي، وعندي كلام كتير عايزه اتكلم فيه. مش هطول عليكم وهتكلم معاكم على طول. الحلقة النهاردة عن الجولري، ألا وهو الذهب والألماظ. هتقولوا لي طب ايه علاقته بالفاشن؟ لا 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 لا، تعالوا بقى هقول لكم دي علاقة كبيرة جدا بالفاشن، واللي هعرفه لكم اكتر ان في كمان ستايلست، زي ما في فاشن ستايلست في جولري ستايلست، وده هنعرفه النهاردة. بس تعالوا احكي لكم قصة بسيطة قوي من خلالي، واكيد اكيد في منكم كتير عاش القصة دي، وده الباشن اللي انا حسيته تجاه الذهب والالماظ. تعالوا اقول لكم ان احنا كبنات او ستات عدينا بمراحل كتير قوي على ما فهمنا يعني ايه استثمار في ذهب، وعلى ما فهمنا يعني ايه ذهب وقيمة للذهب، ويعني ايه الماظ والبس ازاي واختار ده بناء على ايه، وكل التفاصيل دي. انا وانا صغيرة عدى عليا مرحلة كده، كنت لسه صغيرة اعدادي، ما كنتش بحب الذهب ده نهائي. يعني لو مامتي جت تلبسهولي، لا 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 لا، انا مش عايزه ذهب. انا بالنسبه لي الاكسسوارز هي بالنسبه لي انا مبسوطه وحاسه ان انا طايره من الفرحه وانا لابسه اكسسوارز، لكن ذهب لا لا لا، ياي ما احبوش. كنت بشوفه ان هو حاجه يعني ايه، مش دون المستوى كده. وبعدين عدت مرحله شويه وبدانا نكبر شويه، مرحله ثانوي. بدأت تجيلنا هدية ان انتي نجحتي في ثانوية عامة، طب هدية، طب تلبسيها، طب ما بتلبسيهاش، ممكن نلبسها وانا رايحة عيد ميلاد صاحبتي، عندي فرح قريبتي، فاقوم مثلا ماما تطلع لي السلسلة الذهب بتاعتي الصغيرة، الخاتم، الحلق، حاجات بسيطة قوي، وبلبسها وانا ايه يعني مش مقتنعة قوي، بس اوكي هعدي المناسبة دي وهبقى ارجع اقلعها تاني. جينا دخلنا الجامعة، انا بحكي لكم قصة اظن في ستات كتير عاشوها. جيت دخلت الجامعة، ايه ده، لا انا حاسه ان انا عايزه البس دهب، بس انا مش عارفه البس ايه. بدات وانا بلبس الدهب وبختاره، بختار حاجات سيمبل قوي، اللي هي تكاد تكون مش باين انها دهب اصلا. اختار ارق واخف حلق، اختار ارق واخف سلسله، اروح ابص على الخاتم اللي هو مش باين اصلا. وانا بالنسبه لي كده انا تمام، انا مرضيه، انا موافقه على الكم ده من الذهب. طبعا انا ولا فاهمه حاجه، انا ولا فاهمه يعني ايه جرامات، يعني ايه استثمار، يعني ايه فصوص، كل التفاصيل دي مش شغلاني. انا بدور على حاجه انا البسها كبنوته تخلي شكلي حلو وشيك، وفي نفس الوقت انا بدور على اقل حاجه والسامبل بتاعها. بعد كده تمر الايام ونكبر ونعدي مرحله الجامعه ونشتغل، ونبدأ نسمع كده نصيحة من واحدة أو اتنين من صحابنا أو طنط قريبتي أو خالتي أو مامتي: ما تشيلي لك فلوس كده في الذهب. يعني إيه؟ يعني حوشي في الذهب. إزاي ده؟ يعني كل ما يجيلك فلوس كده كل شهر روحي اشتري لك حتة ذهب. هو الذهب ده بالحتة؟ آه. إزاي؟ في حاجة اسمها جنيه ذهب وربع جنيه ذهب وفي سبيكة ذهب، كل ده أنا طبعا ما كنتش فاهماه. ومعقول انا هشيل فلوسي في الذهب؟ هتقدري تشيلي فلوسك في الذهب. طبعا الناس الكبيره عارفه الكلام ده، انا بكلمكم على المراحل اللي انا عشتها. طيب تمام، طب انا مش عايزه اشيل حاجه انا مش هلبسها، انا عايزه البس. اشتري برضو والبسي، بس اشتري حاجات ما تخسريش فيها الفلوس بتاعتك. ايه ده، في حاجات في الذهب ممكن ما اخسرش فيها؟ اه. كل التفاصيل دي بنعرفها كده ايه، واحده واحده شويه. ودخلتي بقى كبنوته على مرحله الخطوبه، انا لازم اتخطب بشبكة الماظ. يا بنتي ما تجيبي ده، لا، الالماظ، انا مش هتخطب غير بالماظ. ومن هنا بقى بندخل في عالم الالماظ، وبتبدأي تدوري وتستكشفي وتفهمي يعني ايه ايرات، ويعني ايه الكواليتي، ويعني ايه حاجات كتير قوي في الالماظ هنعرفها النهارده، انا مش هدخل فيها. بس بتبدأ من هنا. انا متأكدة ان كل ست بقت بتحب وعندها باشن ناحية الذهب، هي عدت بالمراحل دي لحد ما وصلت لأنها بقت بتعشق الذهب، بتحبه، بتحب تشتريه، بتتابعه. أنا بقيت واصلة لمرحلة إني بصحى الصبح النهاردة ها الذهب عامل كام النهاردة، زيه زي البورصة بالظبط. إيه ده، إزاي أنا وصلت لكده؟ كل ده هعرفه
وهنتكلم فيه اكتر. عشان كده انا جايبه لكم متخصصه النهارده، هي جولري ستايلست. هتقولوا لي يعني ايه جولري ستايلست؟ هنعرف منها بعد الفاصل. وكمان اسمعوني بعد الفاصل علشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن يعني ايه دهب. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وحابة أفكركم برقم تليفوننا 01000 4278994. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، قصتي مع الذهب. وقلت النهاردة هستضيف معايا جولري ستايلست، وقلت لكم يعني ايه جولري ستايلست هنعرف منها أكتر. بس عايزة أقول لكم إن هي مش جولري ستايلست بس، هي ما بين قوسين كيوت الذهب. وهنعرف برضو قصة كيوت الذهب. وانا بتابع سارة، كنت متخيلاها صاحبة براند ذهب، وده برضو هنعرفه النهاردة. واكتشفت فيما بعد انها لا، مش صاحبة براند ذهب، هي بتحب الذهب وعندها كم معلومات وكأنها بتصنع الذهب يا جماعة. فأنا معايا النهاردة سارة سيد. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. الحمد لله كله بخير كله بخير. احكي لي كده، احكي لي الأول الخدعة اللي انت خدعتيني بيها
وهي انك يعني المفروض انك انا كنت فاهمه، وفي ناس كتير عندك على السوشيال ميديا فاهمين ان انت عندك ستور ذهب، واكتشفت ان انت لا، الموضوع دراسه وحب ومتابعه وحاجات كتير وشغل كده كمان. اوكي، قولي لي بقى كده من الاول، انت دخلتي المجال ازاي؟ ايه اللي شدك؟ فكره جولري ستايلست يعني، احكي لنا. خلينا نبدا من الاول عشان ده سؤال فعلا بيجيلي كتير، ومفيش احسن من هنا مكان نرد على السؤال ده. انا ما عنديش براند مجوهرات، ومش من عيله شغاله في المجوهرات من زمان. انا شخص اشتغلت في الجولري من اكتر من 10 سنين، من 2014. جات لي مسج من شركة مجوهرات كبيرة بدون ذكر أسماء إني أشتغل فيها. ماشي. وابتدأت فيها سيلز، مع إني في الوقت ده كنت بوزيشن في مكان تاني وما كانش ليه علاقة بالجولري. أنا كنت زي أي بنت ما بحبش اللون الأصفر تماما. أنا حكيت قصتي قبل ما تدخلي. أنا ما شفت أنا بقول زي أي بنت بجد. أيوه. كلنا كنا كده. وفعلا ابتدأت معاهم سيلز، وابتديت أشوف المهنة دي فيها إيه. طبعا هو الموضوع في الشركة بيبقى بشكل أكاديمي شوية، بدل وشركة يعني. بس أنا كنت حابة أشوف الموضوع من تحت في مصر شكله إيه، من خان الخليلي، من سوق الذهب، من الورش اللي بتصنع. حتى لما كنت بروح الشركة كنت بطلع الجزء بتاع التصنيع عشان اشوف تركيب الحاجات عامله ازاي. لحد بعد وقت طويل جدا. طبعا في الشركه دي اخدنا كورسات كتير للدايموند وللهاو تو مانج ستاف يعني، وازاي ان انا اعرف اعمل ديسبلاي للمكان اللي انا واقفه فيه يجذب اي عين اي سيده معديه من قدام الستور، لحد ما وصلت معاهم مديره فرع. وحصل في وقت الكورونا ان الدنيا كلها كانت قافله، فما كانش بيبقى فيه كاستمر كتير، فكلنا اتجهنا للسوشيال ميديا. بالظبط كده. فمن هنا دي نقطه السوشيال ميديا، وانا شغاله اوريدي في الشركه. ابتديت لان كنت بتكسف اطلع اتكلم في كلنا عدينا بالمرحله الكسوف دي. فبقيت بعمل زي قصص مصوره. اساس البيرل منين، الدايموند اصله منين، الذهب عياراته ايه، لان ما كنتش قبل ما اشتغل في الشغل ده بلاقي الحد اللي اروح له لما اكون محتاجه حاجه اساله. يعني ما كناش بنلاقي اصلا يعني البوزيشن ده مش موجود. ان انت بتروحي بتكتشفي نفسك واقفه قدام التاجر بتشتري خلاص. وبعدين هقول لك على حاجه كده يعني انا بحسها واظن في دايما بيبقى عندنا شك كده. لو انت طبعا بتتعاملي مع حد انت عارفاه من زمان تمام، بس دايما بيبقى عندك شك. العيله جواهر كده. لا بس في ساعات بيبقى عندك شك بقى لو رايحه لحد جديد انه بيضحك عليا. والله انا دايما عندنا انا مش بخون والله الناس، بس انا فعلا بيجيلي مسجات من جواهرجي العيله نفسه، انه ناس بلاقيها بعتلي فواتير وحاجات. ساره انا حاسه انه اتضحك عليا، انا ده شخص بروح له من سنين. طب هو ايه الفكره ان احنا طول الوقت حاسين ان في جاب بيني وبين التاجر الذهب ده؟ ليه في مشكله؟ ما نعرف كل المعلومات. طب ما تيجي حد من جوه المهنه يتكلم عنها. في الوقت ده عشان ارجع اقول لك دخلت الموضوع ازاي، ابتديت اعمل القصص المصوره دي. لقيت في اقبال شديد جدا. بقالي 3 سنين سبت الشركه، عملت مجازفه طبعا، اللي هو ازاي انا عندي وظيفه ثابته في بوزيشن زي ده انط من المركب الموظف او الحد اللي بيطلع من الصبح بالليل يشتغل في مكان معين، وامسك في حلمي ان انا يبقى في حد بيتكلم عن المجوهرات من جوه المهنه نفسها، وفي نفس الوقت يبقى حد بالظبط مع حياديه. ما عنديش براند مجوهرات اقول لهم يبيعوا او يشتروا فيه، وده دايما ده اللي انا بقعد اقوله. وده يعني اللي بحسه ان هو بيديكي. انا لما عرفت ان انت ما عندكيش بدات احس، او اكيد حد زيي برضو حس ان انت حياديه وان انت ثقه ان انت هتقولي لي بجد. الحمد لله. انا ببعت كل يوم لساره، ساره سعر الذهب ايه النهارده؟ ساره اشتري ولا ما اشتريش؟ ده بجد الحمد لله ان خلى ناس كتير قوي تثق فيا الحمد لله. طب قولي لي يا ساره، عشان احنا دلوقتي بقينا متجننين بالذهب والاستثمار، وبقينا بنجري. الناس بتجري، عارفه الحقوا الذهب سعره قل، اجري هات بسرعه. لا احنا نسمع ان سعره زاد نجري. احنا دي عندنا مشكله. بيقل احنا ما بنشتريش، بنقلق بنخاف. صح. هو ليه انا جبت؟ طب انا هخسر. طيب احكي لي كده فكره الاستثمار بتاعه الذهب دي. الناس بتقول لك لو اشتريتي الماظ انت كده خسرانه، لو اشتريتي ذهب انت كسبانه. يعني في دايما مشكله بين الالماظ والذهب، تحسي في خناقه كده ما بينهم. ايوه بالظبط. هي كل الفكره انه الذهب احنا عارفين عيارات، عارفين وزن، بناخد القطعه جايبينها عيار 21 بنحطها على الميزان، بنتابع البورصه، بنعرف السعر، بنبيع. في السوق عندنا اسمه ليكويد، سهل البيع والشراء، يعني دي حاجه مش صعبه. الدايموند هو حاجة ذات قيمة، بس ليها أساسيات لازم أبقى عارفاها، وحاجة شوية على المدى البعيد قوي اللي أطول من الذهب، حاجة بتورث، حاجة يعني لازم أبقى مثلا
من ضمن الحاجات اللي انا لازم ابقى حطاها في اعتباراتي وانا بشتري دايموند، ان انا لازم اجيب من شركه معروفه. انا دايما بقول ان الذهب عليه دمغه بتاعت مصلحه الدمغه والموازين، عارفه عياره، يعني اشتريه من سوبر ماركت عادي جدا. عادي صح. انما الدايموند لازم اشتري من شركه، لازم يبقى السيرتيفايد بتاعته شركه معروفه، وهم 3 شركات موجودين، اللي منهم انا بتكلم باسم شركه دلوقتي في مصر. اوكي. عن توعيه الناس بمدى اهميه الشهاده. الكالر والكلاريتي ده برضو بيخليني اعرف سعر الحاجه دي رايح فين. بعدين بوليسي المكان. أوكي. المكان بيقول لي مديني فاتورة ضريبية بتقول ان بعد سنة هكسب كذا، بعد سنتين هخسر كذا، بعد سنة هكسب كذا، كل ده مكتوب، فكل ده مطمني. اوكي. بس هي دي الفرق ما بين الدايموند والجولد. وعلى سبيل المثال حاجة واقعية، مم. انه قيراط الألماس، قيراط الألماس كان من 3 سنين ب150,000 جنيه. النهارده قيراط الدايموند هو نفسه ب270,000 جنيه. فكده بقى بيكسب ولا ما بيكسبش؟ بيكسب، بس هو فعلا على المدى البعيد اكتر. بالظبط. ولازم ابقى فاهمه فيه قوي، هي دي بس الخوف. بس لكن هي حاجه الدهب، اليجنت وحاجه طبعا الدهب دايموند. عادي طبعا الذهب أكيد. عادي، بيعي واشتري براحتك. هنطلع فاصل صغير بقى عشان ارجع معاكي بعد الفاصل اعرف اشتري ايه في الدهب. يلا بينا. صح. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبفكركم برقم تليفوننا 010427894، ولسه مكمله معايا ساره ملكه الذهب وكيوت الذهب. كيوت الدهب دي احنا قولي لي طب كيوت الذهب دي. الناس استصغرتني في الاول على كميه المعلومات، فقالت لي ساره انت كيوت قوي على انك تبقي تاجرة الذهب. أيوة. فاحنا هنقول لك يا كيوت. فدي كانت راي الناس بصراحه الناس، انا احييكم يا جماعه عشان اختيار الاسم جميل ولايق عليكي جدا جدا جدا. طيب انا دلوقتي عايزه البس واستثمر،
الاتنين. مم. اعمل ايه يا ساره لما احب البس واستثمر في الذهب؟ انت عارفه ان الجملتين دول عكس بعض جدا. ليه بقى؟ اكتشفت بقى ده مؤخرا لما خدت الكورس بتاع الجولري ستايلست، انه مفيش حاجه في الفاشن اسمها ده اللي هيعاركنا اللي هيسمع الجمله دي. مفيش حاجه في الفاشن اسمها زينه وخزينه. يا زينه وخزينه يا فاشن. أوكي. يعني لو انا هلبس قطعه مميزه وقطعه من براند ما ينفعش ان انا هبقى بستثمر فيها، لاني هحط فيها رقم كبير جدا. بدفع ايه رقم ايه لما باخد مثلا قطعة كبيرة، صياغتها، صناعتها، اسم البراند. فانا لبست قطعة مميزة جدا. انا بكلمك على البراندات اللي هي ممكن تكون مش موجودة في مصر. ما انا بقى في فهي يعني السؤال اللي جاي هو ده. انا بكلمك براندات الهاي اند بالظبط كده. انا بكلمك على البراند ده بدفع فيه تمن تصميمه، تمن اسم المصمم، تمن الباكينج، تمن كل حاجة، تمن الاكسبيرينس كلها انا بدفعها في القطعه اللي هشتريها. مش بفكر قوي في الاستثمار منها قد ما لبست قطعه بتميزني. طب معلش هسألك سؤال. في براندات هاي اند، اوكي، مثلا هنقول كارتيه او حاجه من الحاجات دي، دلوقتي هم موجودين في المحلات بتاعتهم اللي هي بره مصر اصلا مش موجوده بالزبط. وموجودين دلوقتي بمحلات الذهب بتعملها. انا كبشتري انا ليه ما اجيبش؟ يعني ايه الفكره ان انا بس جبت اسم البراند او جبت من البراند؟ مزبوط. يعني انا خارجه من الستور بتاع البراند بس كده. مظبوط. هي دي الفكره، ان انا اشتريت البيس الاصليه. هي أوكي. نفس الفكره بتاعت بس البيس الاصليه بتحاسبني عليها بسعر الذهب؟ لا. ليه بقى؟ البراندات الهاي اند دي مش أوكي. بتحاسب بسعر الذهب، بتحاسب باي بيس مش باي جرام. اوكي. احنا في مصر الفكره عندنا باي جرام، اللي هو جاي من زينه وخزينه. أوكي. بس هنا في نفس الوقت مش هنحرم الناس من ان هي تلبس الكارتيه مثلا اللي هي طلعت موضه الكولكشن اللي هو الجاستن كلو بتاع المسمار. الناس كلها لبسته، بس ما راحتش جابته من كارتيه من امريكا مثلا. لا. أوكي. هو موجود هنا، اتصنع بديزاين وشكل كويس جدا، وباعوا بثقافتنا بالجرام. فبالتالي انا اشتريت ولبست حاجه ترندي جدا وبعتها او اشتريتها وذهب فيها واتحاسبت على سعر ذهبها عادي. بالظبط كده. في فكر لاشخاص تانية وبنات تانية انها بتحب تلبس من البراند نفسه زي فكره الفاشن عندنا الهاي اند براند. لسه كنت هقول لك بالظبط. هي نفس الفلسفه، نفس الفكره. في الكوبي، بس الكوبي شيك، وفي الاوريجينال. والاوريجينال انا مش بفكر في بس يا جماعه هو في الكوبي هو مش كوبي، هو دهب. هو دهب بالظبط كده. هو دي هنا في يعني ما انا بقول لك هي فلسفه الدهب شويه يعني مختلفه. ما نغلطش في حق لا ده حبيبي ما تهزريش. طيب قولي لي بقى، انا عندي مشكله ان ساعات بلاقي الدهب عندي لونه غير، وخاصه الدهب الابيض والالماس شويه، ويقول لك روحي نضفيه. تمام. وساعات الحاجات اللي هي بتبقى برضو دهب اصفر فيها فصوص، ويقول لك نضفيه. انضف الدهب ازاي؟ طيب الاول هو غير ليه؟ هو مش دهب ازاي بيغير؟ طيب هي السبيكه اصلها ايه؟ السبيكه لونها دهب اصفر. بنعملها احنا روز جولد، بنعملها وايت جولد، بنديها جولد بليتد، بنديها طلي معين. ممكن الطلي عشان يتعلم. كان لسه بيشتري شبكه هو مركز. طيب اوكي مبروك. فهي الفكره ان احنا بنصبغ اللون، بنديله طلي في من بره وفي من جوه. من جوه يعني ايه؟ في السبك نفسه نعمل الديزاين وايت، في السبك نفسه نعمل ديزاين روز يقعد معانا اطول. هنا بقى هسألك سؤال عشان انا بسمعها كتير الكلمه دي. لما بنطليه بيكشف. ممكن يبقى مش والتاني بيكشف، بيرجع لاصله اللي هو اصفر. يعني في الحالتين هيكشف. اوكي. يعني اللون اللي هما بيحطوه ده لون؟ لا ده بيبقى ممكن بلاتينيوم، بلاتين. فهو برضو معدن محطوط عليه. بس الفكرة انه مع الوقت انا في برفيومز، في كريمات، سوري، في عرق، في حاجات عندنا يعني بطبيعتنا مصريين عندنا حرارة عالية. كل ده بيأثر على المعدن. ما هو في الاخر معدن وبيرجع للاصل، بس عمره ما هيرجع اصفر اللي هو الناصع الاصفر بتاع الذهب. لا، هيرجع مطفي. بنروح يعني نعمل له جولد بليت التاني عند نفس المكان. وده بيبقى لما بيبقى، ما انا لسه اقول لك، في السبك يقعد معاكي مده اطول، سنتين، بنتكلم على سنين حسب استعمالك. اوكي. لما بيبقى طلي بيقعد معانا مده اقصر ويكشف. ماشي. في الحالتين كلها ليها حلول، خصوصا في الدايموند بيبقى في السبك، الذهب الابيض بيبقى طلي. طيب ما انا كنت هسألك بقى على عشان ده اغلى من ده. المفروض ان فصوص الالماس
لونها ما يغيرش؟ لا دي ده حاجه بعيده. لا دي دي ما حاجه ملهاش بتغيرش. علاقه خالص، انا بتكلم على المعدن. بس انا بلاحظ حاجه، فصوص الالماس ساعات عارفه انت بيبقى فيها بريق كده ولمعان كده، تحسي انها بتدخل كده المكان بتنور، مظبوط فجاه النور ده بيهدى. مظبوط، حلو جدا، ده سؤال قوي جدا وحلو جدا. ده من اللبس بيحصل كده، ولما ببقى واقفه عند تاجر مجوهرات بشوف شكل، ولما بروح البيت بشوف شكل. عند تاجر مجوهرات كل المجوهرات بتلمع. ليه بقى؟ عشان الاضاءه اللي هو حاططها. دايما هتلاقي الاضاءات زي هي محلات خاصه اللبس برضه. هي خاصه معينه جدا للجولري، وخصوصا للدايموند عشان الريفليكشن اللي فيه، لان انا بدفع عليه في الدايموند. ما انا ممكن اشتري الحجر ده زيركون او اشتري مازونايت، لا انا عادي، عايزه اروح معاكي الزيركون انا ده. بدفع عشان الريفليكشن بتاع ربنا خلقه كده. ده دي بس هو ده لونه حجر. بيغير، ما هو اللمعه بتغير. بيغير من ايه؟ من استعمالي الدائم، اللي انا لما بيكون القطعه في ايدي طول الوقت، ما انا هاجي هنا لفكره تنظيفه. ان في حاجه مهمه جدا الناس ما بتاخدش بالها، كلها بتنصح بعض على السوشيال ميديا ومحدش واخد باله من حاجه مهمه. انا مسكت القطعه ونضفتها وعملتها بالسائل الصابون وفرشه اسنان ناعمه زي ما كلنا عارفين بنعمل كده في البيت. في جزء مهم جدا لازم نخلي بالنا منه. انا لما بنشفه بالتيشو، فين السشوار ده؟ انا بعمل كده وانا شغاله في محل مجوهرات. السشوار ده لازم انشف بيه قطعه المجوهرات اللي معايا، خصوصا فيها فصوص زيركون، دايموند، حجر كريم، ايا كان، لازم انشف بسشوار. ليه؟ علشان بيت الحجر اللي انت بتقول عليه بتشوفيه بيطفي، بيحصل تحتيه ترسبات مع الوقت. دي حقيقه. فبيطفي لك الحجر اللي انت اصلا دافعه فيه فلوس عشان الريفليكشن بتاعته. فالغسيل لازم ننشف القطعه بتاعتنا كويس جدا. غير ده بقى، غير ان هو يطفي وينور وكده، ممكن يقع. اللي بيغسل الأحجار في البيت من غير عناية ممكن الحجر ده بعد وقت يقع، لأن ترسبات الصابون والمية اللي قعدت تحت الحجر من غير ما نشفها تزحلق الحجر. موجود في حاجة كراون، حاجة بسنون. أيوة كانت 6، كانت 3، دي طريقة التركيب. بعد شوية تلاقي الحجر ده بيتزحلق منك، ما تلاقوهوش أصلا في الكراون بتاعه اللي قافل عليه من المية اللي انتي ما نشفتهاش لما غسلتي. فدي نقطة مهمة جدا. وطرق الغسيل سهلة في البيت، اللي هو سائل الصابون والمية، أو بيكربوناتو ده بيتباع عند العطار، معلقتين مع مج كبير مية. دايما اي حاجه كيماويه بحطها قليل وميه كتير، مش بكتر الحاجات. او الخل الابيض، ودي الحاجه الوحيده اللي بقدر اخلي فيها المجوهرات 15 دقيقه بتاعتي. خل ابيض. خل ابيض، وفرشه اسنان ناعمه معانا في كل الطرق. وبنضف وبغسل بميه فتره عادي جدا من الحنفيه، وبنشف. وسشوار نقطه مهمه جدا لازم في البيت، لازم. وما خافش من سخونيه السشوار او من الهواء بتاعه على الاحجار، بالعكس دي حاجه يعني حاجه كويسه. حاجه طب انا هسالك سؤال، في الدهب بقى العادي هو الجولد اللي لونه جولد، بيبقى فيه فصوص ساعات، بيبقى فيه حاجات فيها فصوص، يقول لك ما تشتريش الحاجه بفصوص عشان بتخسري فيها. هي الناس بس حصل لها مشكله انه في شركه ما قفلت في يوم من الايام، فدي عمل دروب عند الناس. انما الشركات اللي معروفه وموجوده دلوقتي من عمري بتبيع بفصوص وبتشتري بفصوص وليها اسمها وتاريخها في السوق، بتوزن وتمام، مظبوط. انت بتاخدي الوزن بتاعه القطعه كلها مكتوب في الفاتوره بتاعتك. ما هي الفاتوره دي هي العقد اللي بيني وبين اي حد. الفاتوره دي بتضيع يا ساره. يعني انا بتضيع كتير والله. الموبايل يعني موجود دلوقتي، نصور الموبايل. بس هي الفكره، طب انا الفاتوره ضاعت مني، عرفت منين ان ده بيتباع بفصوص؟ لوجو الشركه اللي برضه بقول للناس تركز فيه، انه لازم اللوجو يبقى جنب الاستامب بتاعه الدمغه والموازين. ساره الوقت بيعدي بسرعه، بس انا هسالك ده الوقت جميل معاكي والله. ساره بسرعه، دهب ابيض ولا اصفر؟ ساره دهب اصفر. الماظ ولا دهب؟ ده ليه لبس وده لبسه. بحب الدهب. تحبي الدهب؟ بحب الدهب، بس ده ليه لبس وده لبس. الدهب اللي فيه الوان ولا الدهب الساده؟ الاثنين، عشان ده في الصيف وده في الشتاء اصلا. اوكي. اخر حاجه يا ساره، ايه اللي نفسك الناس تعرفه عن ساره؟ شغفي بالمجوهرات. انا مش عايزه بعد وقت طويل يبقى عندي محل، مش بحلم بده خالص 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 خالص. انا بجد طول الوقت نفسي الناس تعرف ان انا عندي شغف حقيقي بالقطع اللي بمسكها. بحب المجوهرات وبحب انصح الناس بمعلومات، ابقى مرجع ليهم. فنفسي بعد وقت ابقى انا اللي بتكلم باسم المجوهرات في مصر بعد وقت كبير. يا جماعه دي معلومه خطيره، استنوا ساره. مفيش محلات مفيش محلات ساره هتعملها، فما تستنوش ساره للمحلات، استنوها في المحلات وهي بتقول لكم نصايحها على السوشيال ميديا عندها. ومبسوطه جدا 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 يا ساره بالحلقه النهارده، كانت لذيذه ولطيفه. وانا كمان والله اتبسطت جدا. استنوني الاربع الجاي الساعه 5:30 في برنامج الفاشينيستا. باي.